يمكن الفيديو ده يتحذف او يختفي نهائي على السوشيال ميديا، فياريت كل حد هيتفرج على الفيديو ده يشيره على قد ما يقدر. احذروا من حفل ترافيس سكوت، طقوس غريبه لفتح بوابات الشر عند الاهرامات. ايوه عند الاهرامات. ايام قليله جدا بتفصلنا عن حفل الرابر العالمي ترافيس سكوت، المطرب المشهور بدعم الحركات الافروسنتريك، والمعروف عن حفلاته انها بتكون مليانه بالطقوس الشيطانيه، غير انه معروف عنه تقديم قرابين للشياطين. ايوه زي ما بقول لك كده. المفروض يوم 28 يوليو 2023 في حفله هنا في مصر عند الاهرامات. ايوه زي ما بقول لك كده، لمغني راب اجنبي اسمه ترافيس سكوت. لازم تعرفوا انهم هيضيعوا بلدنا، هتضيع حرفيا لو اتعملت الحفله دي بجد. ترافيس سكوت معروف بدعمه للماسونيه العالميه ومؤمن بيها وبالحفلات بتاعتها كلها، والديكور كله يدعم ويشجع على الكلام ده، سواء رموز او علامات. هو معترف بالكلام ده جدا على وسائل التواصل الاجتماعي عنده. في 5/11/2021 عمل حفله في امريكا واطلق عليه اسم حفل الموت. يوم الحفله في ناس ماتت وناس اتصابوا، الاسعاف جت والناس كانت بتتعامل بحركات لا ارشاديه، ما كانوش بيتحكموا في نفسهم نهائي، كأن حد بيتحكم فيهم، فطلعوا فوق عربيه الاسعاف وكسروها كلها. ويوم الحفله دي اتوفى فيها حوالي 11 شخص واتصاب كمان حوالي 20 شخص، ده غير كمان ان في حوالي 300 واحد حصل لهم تشنجات من غير اسباب. ولما تعالى الصراخ بين الجماهير كمل الحفله وما رضيش يوقفها، ولما الناس قالوا له وقف الحفله قال لهم لو وقفت الحفله هيموتوني، وده بيدل على انه بيغني لصالح حاجه شيطانيه غامضه. حتى سيارات الاسعاف ما عرفتش تدخل تلحق الناس، وكأن ده هو المطلوب اصلا. ده غير ان الاغاني اللي بيغنيها بتحفز الجانب الشيطاني داخل الانسان، بتخليه ما يتحكمش في نفسه نهائي، وممكن يأذي نفسه ويأذي اي حد حواليه بدون وعي، وكأنه بالظبط شارب حاجه. المغني ده من سنتين ما عملش ولا اغنيه، وكان مصمم يعمل الالبوم ده بالذات، وكان مصمم انه يعمله عند الاهرامات بالذات لارتباط الاهرام برموز الماسونيه. ويا ريت نراجع الرسوم اللي على الدولار الامريكي. المصيبه الكبرى ان يكون له حفله هنا على ارض مصر، ودي طبعا كارثه كبيره، واللي للاسف مفيش اي تحرك رسمي لمواجهه الموضوع ده، بل بالعكس عندنا بيدعموا الموضوع بكل قوه، زي ما يكون في سر ان الحفله دي تتعمل. المفروض اننا دوله شرقيه اسلاميه قبطيه، وارجو المعذره طبعا ان بقول المفروض، لان اللي بيحصل الان غير كل القواعد. سعر تذكره الحفل بيتراوح ما بين 5000 ل 6000 جنيه، واللي للاسف اتحجزوا والعدد كمان اكتمل، ومعظم اللي حجزوا تتراوح اعمارهم ما بين 16 سنه ل 20 سنه. يعني حفل لتدمير الشباب. ما توقفش الموضوع عنده وعندك، ووصل صوتك لعل وعسى نمنع الكارثه الكبيره اللي هتحصل دي، ونمنع الشرك بالله والطقوس الشيطانيه اللي هتحصل في الحفله دي. ده غير الشباب اللي هتروح كقرابين عند سفح الاهرامات فوق الارض اللي ربنا جل جلاله تجلى عليها. شيروا الفيديو على قد ما تقدروا، وعلى قد ما نقدر نفعل هاشتاجات لمنع الحفله دي ونمنع وجوده ودخوله، حفاظا على شبابنا وديننا ووطننا. يا ريت تشيروا الفيديو على قد ما تقدروا.